عايزة مطبخِك يكون مش بس جميل، يكون عملي ومريح في استخدامه كمان، مش كده؟ تعالي أقول لِك حاجات بنتفاداها في تصميم أي مطبخ. أول حاجة بنتفادى إن الحوض يكون راكب فوق الرخامة، بيبقى سهل يتراكم حواليه حاجات بتخلّي تنضيفه مش سهل، وكمان بيضيّق الرخامة، مش عملي زي الحوض اللي راكب تحت الرخامة، سهل جدًا في تنضيفه، شكله كمان انسيابي أكتر. بيوسّع مساحة الرخامة، ومش بس كده الحوض عمقه بيزيد بنسبة سمك الرخامة. تاني حاجة بنتفادى إننا نستخدم أرفف مفتوحة كتير. الأرفف المفتوحة شكلها وهي جديدة حلو، بس في الاستخدام مش عملية ومش دايما شكلها بيبقى منظم، ممكن يتراكم عليها دهون رطوبة. مفيش مانع أبدا يكون عندك رف أو اتنين كلمسة ديكورية، بس ما يبقاش جزء كامل من المطبخ أرفف مفتوحة. تالت حاجة بنتفاداها إن يكون في مصدر واحد للإضاءة، يعني مثلا نجفة واحدة في النص، خصوصا في مكان زي المطبخ مهم يكون فيه أكتر من طبقة إضاءة. فلو بتأسسي المطبخ من الأول ممكن تستخدمي ريسيست لايتس زي دي. حتى لو المطبخ اوريدي متأسس بنحب نضيف الإضاءات اللي تحت الدواليب. قوليلي أسئلتك واستني مننا الجزء التاني.